يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى هقول لكم على سر تعملوه في الرز بلبن. هيطلع معاكم كريمي ووشه مكرمش، وهيطلع معاكم بالجمال والحلاوه دي. يلا بينا نبدأ. في الاول كده انا معايا حلة على النار، حطيت فيها كوباية بالظبط من الرز. يعني كوباية حوالي 150 جرام. انا الرز زاد مني شوية فشلت منه شوية بعد ما اتسلق، بس عادي يعني. انتوا متغلطوش غلطتي دي. المهم حطيت عليها كوبايتين من المية او 3 كوبايات من المية. بعد كده بدأت ان انا اقلبها لحد ما الرز ابتدى يغلي والمية اللي فيه دي كلها اتبخرت. اهم حاجة ان الرز يكون مستوي، اهم حاجة ان الرز يستوي قوي، مش يستوي بنسبة 80% ولا 90%، لا يستوي قوي، يستوي كويس جدا. وبعد ما الرز يستوي كويس جدا بنزل عليه من اللبن. انا حطيت بالظبط كيلو من اللبن. وبعد كده بدأت ان انا اقلبه كويس. اهم حاجة في الرز بلبن استمرار التقليب، استمر في التقليب على طول. وبعد كده حطيت عليها كوبايتين من المية. وبعد كده قلبت كويس جدا جدا عشان خاطر ما فيش رز يلزق في الجناب بتاعة الحلة فيتحرق. قلبي كويس فالرز مش هيتحرق. وبعد كده نزلت عليها بالسكر. السكر يا جماعة بيبقى على حسب الرغبة. في ناس بتحب السكر زيادة، في ناس بتحب السكر متوسط. انا حطيت بالظبط هنا كوبايتين من السكر، وحسيت ان هي كانت محتاجة سكر تاني فحطيت حبة كمان. المكون الأساسي هنا والمكون الأول اللي هو هينقل طعم الرز بلبن في حتة تانية هي القشطة. أنا هنا استخدمت فريش ميلك. أول لما اللبن كده يبدأ يغلي قدامك، يبدأ يغلي بس تنزلي عليه بالقشطة. وبعد كده بتقلبيها كويس. لو حسيتي ان القشطة بتكتل معاكي او مش بتدوب في قلب اللبن بسرعة، ممكن تضربيها بالمضرب، بالمضرب اليدوي مش بالمضرب الكهربائي. المكون التاني معانا وهو اللي هيخلي طعم الرز بلبن في حتة تانية برضو هو الكريم شانتيه. انا حطيت باكت من الكريم شانتيه. حسيت ان هي بدأت تكتل معايا فضربتها بالمضرب، بالمضرب اليدوي عادي جدا مش بالمضرب الكهربائي ولا اي حاجة. بعد كده حطيت الفانيليا لما اللبن ابتدى يغلي كويس. واخر حاجة حطيتها كانت كوباية لبن، شلتها على جنب دوبت فيها معلقة كبيرة من النشا. وبعد كده نزلت عليها على الرز بلبن، نزلت بيها على الرز بلبن. وبدأت ان انا اقلب كويس. زي ما قلنا اهم حاجة في الرز بلبن ان احنا نستمر في التقليب عشان خاطر ما نلزقش في الحلة من تحت فيتحرق. وبعد كده وطفيت النار وسبته يهدى شوية، وبدأت ان انا اصبه في قلب الكوبايات. وطبعا مش هقول تاني، اول مادام وصلت لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناة. انا اسمي اميرة ودي قناتي. شجعوني بلايك يا جماعة كده. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا بتعملوا الرز بلبن عندكم ازاي. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. عايزة اقول لكم ان قوام الرز بلبن هنا كان كريمي وكان تحفة. القشطة بتخليه عامل زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة.